لو عايزين تعرفوا سر نجاحي في مجالي ومهنتي، اسمعوا الراديو 90 مع همسة محمد شاهين. الفنان محمد شاهين وحلقة جديدة من جاي تشتغل ايه النهاردة الساعة 4:30 مع همسة إمام. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتي زوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده 4:03 قبل الفطار مع همسة امام على الراديو 90. محمد شاهين جاي تشتغل ايه النهارده؟ انا جاي اشتغل شيف. شيف، ده كلام جامد جدا. طب اشمعنى اخترت الشغلانه دي؟ عشان شغلانه فيها ابداع، برضو فيها ابتكار. تحب الطبيخ جدا. طب ايه الانواع اللي انت عبقري فيه؟ دي شغلانتي. طب عبقري في ايه؟ ما انا بعمل معاك انترفيو عشان اشوفك انت مؤهل لده ولا لا. عبقري في كل، يعني في كل حاجه. عندك الاكل الاورينتال، الاكل اللي هو الشرقي بتاعنا، والاكل الشرقي بقى كله مصري لبناني، وطبعا الملوخيه بقى والتقليه ويخني وكله. وفي مثلا عندك بعمل ديك رومي كويس جدا، وبعمل بط، كل مكرونات وبيتزات برضو. ايه اللمسات بتاعت محمد شاهين في اكله واللي تبقى متميزه؟ توابل، عشان انا شاب هندي اصلا. توابل مش كتير، وساعات بيبقى فيه توابل كتير. الاكل شويه بس بيبقى فيه سبايسي، بس في ناس ما بيحبوش سبايسي ما بعملش يعني سبايسي. انا بحب الاكل سبايسي بصراحه، وما عنديش مشاكل في كده خالص يعني. طيب انت لو انت النهارده هيبقى تحت ايدك طباخين، هتشرف عليهم ازاي؟ هتقول لهم الوصفات السحريه دي ولا هتبقى يعني بتاعت محمد بس؟ لا، هم عندهم مراحل. مثلا لو قلنا هو مثلا 10 مراحل، هم معاهم 9 وال10 عندي. الفينيشنج يعني. الفينيشنج عندنا، عشان ما حدش يعرف السر. انت بتخاف ان حد ممكن يسرق اسرارك يعني ويشتغل بيها هو؟ اكيد لا، حتى لو سرقها انا عندي الجديد على طول. بس يعني برضو الواحد يخليه يحافظ برضو على حاجته. يعني حاجتك في ايدك وتديها لغيرك عيب. ما ينفعش طبعا، لا ما ينفعش. طب انا عايزه اسالك سؤال، انت دلوقتي اتعلمت الطبيخ ازاي؟ اتعلمته لوحدك ولا كان معاك حد بيعلمك؟ لا، من عند ربنا كده. يعني زي مثلا حد بيطلع يعرف يغني، في حد بيعرف يمثل، انا طلعت بعرف اطبخ. انت دلوقتي تقدر تفتح مثلا المطعم بتاعك او تشتغل في اوتيل وتشيل كل الموضوع ده لوحدك؟ طبعا. محل كامل، ممكن يبقى محل مثلا شينو. يبقى مثلا اسمه شينو انديانو مثلا. شينو انديانو ده فرع بقى. وفي شينو ايطاليانو وفي شينو مصريانو، يعني كل الحاجات طبعا اكيد ان شاء الله. طب سؤال يا محمد، انت شايف نفسك بعد 5 سنين هتروح على فين بالجودة الطبيخ اللي عندك دي؟ انا اوريدي يعني اوريدي انا واصل للعالمية. ده ثقة جدا. الحمد لله، يعني واصل للعالمية. واخد شهادات يا محمد؟ كلها متعلقة عندي في البدروم. عندي في تلاجة، عندي تلاجة كبيرة جدا بحط فيها الحاجات كلها. عندي الشهادة محطوطة جوه التلاجة عشان كمان تحافظ عليها. طبعا. اكيد. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة امام. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة امام. طيب انت شايف نفسك ان انت ممكن مثلا تبقى احسن طباخ في العالم كله؟ انا مش عايز اقولك ان ده حاصل، يعني ده اوريدي، ده لقب انا خدته خلاص. طب يعني هتطمح لايه بعد كده؟ بتهيألي مفيش احسن من كده. هجرب بقى امثل، يعني يمكن امثل.
في الاكل برضه. ممكن يعني، بس هجرب التمثيل بقى ان شاء الله الفتره الجايه. ما طب هنخسرك في الاكل كده. لا، ما انا برضه هبقى شغال عادي يعني، في اوقات الفراغ مثلا اروح اضرب مشهد وامشي تاني اروح على البوتاجاز كده يعني، او يطلعوك في الادوار اللي فيها طبخ، ودي تبقى حلوه. وممكن اعمل برنامج اشمعنى يعني الشيف حسن والشيف وكل الشيفات ويا جماله يا جماله والحاجات دي، يبقى عندي برضو كده لازم ان انا اقولها، ويبقى عندي برنامج طبخ. او قناه طبخ. قناه طبخ بقى ماشي خلاص، ان كان كده ماشي. هتكون اشتغلت انت بقى لازم تشتغلي معايا. انت اللي هتفكري، انا هطبخ وانت تفكري. ايه رايك امسك لك كل شغلك؟ انا موافق. انا موافق الصراحه. طب تفتكر مقاومتك شاف ناجح ايه؟ مظهري حلو. الناس كل حاجه حلوه ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. متواضع جدا. عندي بقى طبعا مفيش حد بيبقى بيخلى من العيب. طبعا انا عندي عيب. محبوب قوي. لا طيب. ده عيبي ان انا طيب. ويمكن ده سر انك انت اكلك كويس، ان انت طيب. عارفه ليه؟ عشان كمان نيتي صافيه، عشان نفسك حلو. ونفسي حلو ومصفي نيتي. الاكل بيطلع تحفه. انا يعني بقول لكل ست بيت صفي نيتك. وان شاء الله الاكل هيطلع تحفه ان شاء الله. ما هي اللي اكلها وحش طبعا هيبقى اكلها وحش زيها، سودا من جوه. دي بتبقى بعيد عنك بلكه يعني، دي هتلاقيها مش كويسه خالص مع اهلها في البيت. عشان كده تلاقي الاكل طلع كله مش حلو، يا اما دلع في حاجه ناقصه. لكن الواحده من دول تصفي نيتها، او برضو في مثلا شباب زي كده عزاب، صفي نيتك واعمل اكلك وكل هتبقى زي الفل. صح كده. طيب تحب تقول حاجه، او انت كان نفسك ان انا اسالك سؤال وما سالتوش؟ كان في سؤال. ايه بقى؟ ما سالتنيش في حد في حياتك ولا لا؟ في حد في حياتك ولا لا؟ لا. عشان كده انت بتطبخ بتاعي كويس صح؟ انا متجوز متجوز الحله. وغطاها طبعا. انا معايا الحل وغطاها استفهم. ميرسي يا محمد جدا على اللقاء ده، وانا هشوف اذا كان ينفع ان احنا نديك الوظيفه دي ولا لا. الحقيقه مش عارفه اذا كانت من نصيبك ولا لا. الغدا جاهز اهو، يلا اتفضلي بقى ايه ناكل. شايفه حاجه يا محمد؟ هم هيجيبوه دلوقتي. هم هيجيبوه. ده من صنع ايديك برضه. امال ايه؟ طبعا. الشيف محمد، الشيف شاهين. ايوه شيف. انا الشيف شاهين. كل سنه وانت طيب يا محمد، ورمضان كريم. وانت طيبه، وكل سنه وانت طيبه، وكل الناس طيبين، ورمضان كريم على كل مصر، وان شاء الله يعني مصر كلها كده يعجبها اكلي ان شاء الله. ميرسي قوي يا محمد. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتي زوازو. يا ليبي انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا انا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل. احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده 4:15 قبل الفطار مع همسة امام على الراديو 90.